عمل وثائقي متكامل عن تفاصيل السيرة النبوية الشريفة. الآن على شاشة العربية. من هنا انطلق النور، ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية، وبنور الإسلام عم الضياء. الناس تفتحوا القول بسم الله خالقنا، سبحانه منشئ الأشياء من عدم. جزيرة العرب، مهد الإنسانية الأول، ومنطلق هجرات بشرية إلى أرجاء الأرض.
من أطرافها انطلقت نبوات كثيرة ورسالات عديدة تبشر الإنسان بالتوحيد والخير والسلام. لكن البشر بعد تلك الرسالات السابقات كانوا يتراجعون إلى درك أسفل في العقيدة والفكر والسلوك، فينحرفون عن مبادئ النبوة والتوحيد إلى عقائد وعبادات الشرك والضلال. إذا شاء شيئا قال كن فإذا ذاك المراد. مكة المكرمة أول وأقدم بقعة ظهرت على وجه الأرض، وفيها وضع أول بيت لعبادة الله وحده لا شريك له. إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد هذا البيت، وكانت رسالته فاصلة وحاسمة في تاريخ التوحيد. الله الله يا الله 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 يا الله. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة هي الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الأرض في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا، فلم يكن هناك يابسة، ثم فجر الله سبحانه وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية. فأول قمة برزت من هذه السلسلة كونت أرض مكة المكرمة، وهكذا تكونت اليابسة. تكونت قارة واحدة يسميها العلماء اسم القارة الأم أو أم القارات. تكونت كلها من مخروط بركاني واحد شكل أرض مكة المكرمة. وفي هذا الوادي المبارك سكن نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، بعد أن جمع أفضل ما لدى العرب من فصال وخصال اختلطت فيها دماء القادمين من بلاد الرافدين وأرض كنعان بنسب المصريين من خلال هاجر أم إسماعيل مع أصول جرهم اليمنية العربية العاربة. وكانت قريش حصيلة هذه المعادلة النسبية الفريدة. من صفات العرب أنهم كانوا يحافظون على أنسابهم، فلم تكن أمم العالم في ذلك الوقت وحتى في هذا الوقت ليعرف أحدهم ما فوق جده الأعلى الثالث أو الرابع على الأكثر، بينما كان العرب يحافظون على أنسابهم. وهكذا كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أنصع الأنساب ومن أشرفها ومن أوضحها، فهو عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش من عدنان، وعدنان من إسماعيل عليه السلام. قريش وبسبب احتضانها لبيت الله العتيق ووراثتها عقيدة إبراهيم الحنيفية السمحة أصبحت مع أرضها مهوى أفئدة الناس في جزيرة العرب وما حولها، لكن عقيدتها فسدت عندما انحرفت عن حنيفية إبراهيم، فحلت عبادة الأوثان محل عبادة الله في بيته المحرم. ولم ينج من ذلك إلا نفر قلائل ظلوا على وفائهم لملة إبراهيم فأدوا بعض شعائره. كان في يهود موجودين في المدينة المنورة، في خيبر، في تيماء، كان في نصارى موجودين في بالذات في الغساسنة في الشمال، لكن أيضا في الجنوب في نجران. ولم يكن هناك توحيد في كل جزيرة العرب سوى أنفار قلائل. هؤلاء كانوا يسمون بالحنيفيين، أي حنفاء، أي توحيد خالص، وهذا دين إبراهيم عليه السلام. فكانوا يبحثون عن الهداية وعن جذور دين إبراهيم عليه السلام وهي الحنيفية، وكانوا دائما يتحينون
الفرصة للسؤال: متى سيكون هناك الدين الخاتم، ومتى سيكون هناك النبي الخاتم؟ الديانات التي سادت في الجزيرة العربية قبل مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اليهودية، ثم النصرانية، ثم الوثنية اللي هي الصنمية. لذلك عهد في المجتمع العربي انتشار الأصنام في البيوت وحول الكعبة، حتى بلغ عددها عند البيت الحرام 360 صنما. هذه كلها كانت تعبد لله عز وجل. وهناك من ليس له دين أصلا، بمعنى أنه وثني ولا يعرف الله سبحانه وتعالى. والانحراف عن حنيفية إبراهيم عليه السلام ترافق مع ضعف مكانة العرب السياسية والاقتصادية في عالم تنازعته حينذاك قوى من خارج جزيرة العرب. التركيبة السياسية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتلخص في أن هناك قوتين عظميين، الروم والفرس، يحتلون العالم، يسيطرون عليه، يقهرونه قهرا حضاريا ودينيا وسياسيا وثقافيا ل10 قرون، من الإسكندر قبل الميلاد ب4 قرون، القرن الرابع قبل الميلاد، إلى هرقل القرن السابع للميلاد. هذا الاحتلال والاستعمار قهر الشرق، قهر النصرانية الشرقية، قهر الثقافة الشرقية وأحل الثقافة الهلينية محلها، قهرهم سياسيا، كان الناس لا يحكمون بلادهم، قهرهم اقتصاديا، كان الإنسان يدفع 14 ضريبة للرومان، والاضطهاد الديني يؤرخ به إلى الآن في الكنائس الشرقية. فكان على تخوم الجزيرة العربية في جنوب اليمن نفوذ للحبشة، وهي تتبع الدولة الرومانية في جنوب الجزيرة العربية وجنوب اليمن. وكان في شمال الجزيرة العربية الشرقي أو دويلة المناذرة تتبع الفرس، وفي شمال الجزيرة العربية في بلاد الشام دولة الغساسنة أو دويلة الغساسنة وهي تتبع الروم. العرب كان منهم من يتبع مثل هاتين القوتين كالمناذرة والغساسنة في أطراف الشام واليمن والعراق، وغالب العرب كانوا داخل الجزيرة العربية عندهم في الغالب ملوك غير متوجين. وهذه التبعية السياسية التي سادت في المنطقة حينذاك ترافقت مع نزاعات قبلية وحروب لا أول لها ولا آخر. كانت المنطقة كلها الجزيرة وما حولها من بلاد العرب كانت تنقسم إلى بدو وحضر، وفي كلتا الحالتين أو في كلا القسمين كانت الحياة القبلية هي السائدة. فالقبيلة مجموعة من الناس تجتمع أو تنتظم بنسب واحد من دم. هذه الفترة التي طالت بين الرسل والأنبياء، والتي يمكن أن نطلق عليها فترة الرسل أو أهل الفترة، هذه حقيقة جعلت هذه المنطقة زاخرة بكثير من الإشكالات، إن كان ذلك على المستوى العبادي حيث كان الناس يعبدون الأوثان والأصنام، إن كان على مستوى الظلم الاجتماعي الذي كانت تعاني منه تلك المنطقة، إن كان على مستوى المعاملات التي كان يطغى فيها حكم القوي على الضعيف. وباستثناء ما اشتهر به العرب حينذاك من فصاحة اللسان والذكاء الفطري، كان هناك تراجع في الأداء الثقافي والفكري وفي تحكيم العقل في شؤون عقائدهم وحياتهم، وهي حال وصفها القرآن الكريم فيما بعد بالجاهلية. مفهوم الجاهلية ليس من الجهل بمعنى نقص العلم والقراءة والكتابة والأبجدية، إنما مفهوم الجاهلية هو مفهوم
بمعنى أنهم ليس لهم كتاب ديني، لأن الجاهلية في المصطلح العربي والإسلامي هي زمن الفترة بين رسولين، والشرك هو محور الاعتقاد. يعني دول شرطين عشان يوصف المجتمع بأنه مجتمع جاهلي، أن يكون زمن فترة بين رسولين، يعني ليس هناك شريعة، ليست هناك رسالة ولا نبوة، وأن يكون الشرك هو محور الاعتقاد. هم يجهلون التعامل الصحيح مع عقلهم، مع عقولهم، وبالتالي لما جهلوا التعامل الصحيح مع عقولهم أدى بهم ذلك إلى أن يعيشوا الخمر، وإلى أن يعيشوا التبعثر العقدي والفكري، وإلى أن يعيشوا بعض الأمور التي لا تعود على الإنسان إلا بالضرر. هذه البقية الباقية من ثقافة العرب ممثلة في لغتها، وهي أفصح اللغات وأقواها وأعرقها، تؤهلها لكي تحمل آخر رسالة إلهية إلى البشرية كافة. هذه الأمة كما يعرف الجميع أمة شاعرة وشاعرية في لغتها. العرب أمة تسحرهم الكلمة البليغة والفصيحة والقصيدة وما شاكل ذلك. وكان العرب يفرحون بالشاعر إذا ولد بينهم كما لا يفرحون بشيء آخر. إذن فالشعر والأدب والفصاحة والبلاغة ديوانهم وحضارتهم ومعارفهم وسجل أيامهم. وقد تجسدت ذروة الفصاحة والبلاغة في لغة قريش التي حافظت على قوتها ونقائها رغم أنها لم تنغلق على ما حولها من لغات ولهجات. القبائل كانت تختلف من قبيلة إلى أخرى في بعض الظواهر اللغوية التي تتميز بها. فقبيلة قريش كانت أفصح العرب، وكانت أوضح الناس لغة، وأقواهم فصاحة. نستطيع أن نقول أن اللسان العربي تجمع كله كأنه روافد صبت في بحيرة اسمها قريش. يعني كل إبداعات اللغة العربية التقت في لغة أو لهجة أو لسان قريش. وعلى الرغم من تراجع دور مكة على الصعيد السياسي في ذلك الحين، إلا أن الأقدار كانت تهيئها لدور كبير قادم تقود به البشرية كلها إلى مرحلة تاريخية جديدة. مكة كانت أعظم مدينة أو أعظم بلدة في جزيرة العرب كلها آنذاك، لا عن عدد ولا عن عدة ولا عن منعة، لكن لأن كان فيها حرم الكعبة، ووجود الكعبة في مكة كان داعيا كبيرا لتعظيم قبائل العرب لمكة، وبالتالي تعظيم قبائل العرب قريشا. هذا هو الأمر المتميز المتفرد في مكة. لذلك هي أم القرى، يعني كأنها القرى ولدت منها ووجدت عندها، لذلك ناسب أن تكون الدعوة الإسلامية من منطلقات مكة المكرمة، لأنها أمكنة مقدسة، وكما تعلمون مكة أقدس بقاع الأرض على الإطلاق. كانت مكة هي حاضرة ذلك العالم العربي آنذاك، وقلب الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة التي تسمى تجوزا الجزيرة العربية، كانت مركز للعرب ولقبيلة قريش التي هي أقوى القبائل العربية وأمثلها للملك والرئاسة. وقريش التي لم تكن تعلم ما ينتظرها من دور تاريخي كبير كانت تتألف من قبائل شتى، من أشهرها بطون قصي بن كلاب. ومن مآثر قصي أنه أسس دار الندوة في الجانب الشمالي من الكعبة، وكانت هذه الدار ملتقى قريش ومظهر زعامتها، وتولى قصي رئاستها، وكان له ولأبنائه من بعده حجابة الكعبة وسقاية الحجيج ورفادتهم.
وكان من أجداده صلى الله عليه وآله وسلم من كان السبب في تجميع أشتات قريش التي تفرقت، وهو قصي، وسمي بمجمع لأنه أول من جمع أشتات قريش. وكان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أحدث نظام الشورى في إدارة شؤون الحياة، وهو قصي بن كلاب عندما عمر دار الندوة لتكون محلا لتشاور أعيان قريش. صلي يا ربي. ومن أبرز أبناء قصي عبد مناف، ومنه جاءت فروع من أهمها فرع هاشم. وهاشم هو الذي تولى السقاية والرفادة، واشتهر بأنه كان يطعم الحجيج، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. وكان له 4 بنين، منهم عبد المطلب. معروف أن عبد المطلب هو سيد قريش وسيد مكة، وكانت قريش هي سادة العرب، قبيلة متفردة بالسيادة على العرب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم. جده عبد المطلب هو الذي حفر زمزم، وهو الذي جدد أشياء كثيرة جدا في مكة، وكانوا هم سدنة البيت وهم خدام البيت، وكانت لهم الرفادة والسقاية والإطعام، وكل هذه الأمور كانت تعطيهم شرفا عظيما. وكان جده الأكبر هاشم كان هذا الرجل مشهور بالسيادة، وهو أول من وضع السيادة للعرب قاطبة بين العالم عن طريق التجارة وعن طريق أشياء كثيرة. كان لعبد المطلب 10 بنين، منهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والعباس. وعبد الله هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أوسم شباب قريش. عاش طاهرا كريما، وتزوج بآمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تعد أفضل امرأة في قريش نسبا ومكانة. وبعد أن تزوجها أرسله عبد المطلب إلى المدينة يبتاع له تمرة، فمات بها ودفن فيها، وعمره حين ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار الله له الآباء والأمهات، وما في نسبه سفاح، فكله كان نكاحا صحيحا من فضل الله سبحانه وتعالى وإكرامه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأمهاته وأمهات أمهاته وأمهات آبائه وأجداده وأجداد آبائه، كل هذا كان معروفا. كانت هذه البيئة هي التي ولد فيها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البيئة هي البيئة التي زودته بالخيم. وفي ذلك الزمان كثر الحديث بين أهل الكتاب عن نبي قد اقترب ظهوره، وكانت لدى كهنتهم بعض صفاته مما تناقلوه من كتبهم، لكنهم كانوا يأملون أن يكون منهم، ولم يكونوا يعلمون أنه سيكون عربيا قرشيا هاشميا عليه صلوات الله وسلامه. صلوات الله على المدن على المدن وآله الأخيار.